معلش يا مرة تسقمي نخرجي من أول ليلة. مش وقت النخر. أنا بدرش جسمي ضالع في الشغل ما لزلش. ابراهيم يبا عبد القوي ما يابا. انا مش قلت عاد اجي ابارك لك للشقه؟ اي والله وضا قلت لك ما مشتاقي يا عبد القوي يا ملحة. ما نزلك ها؟ نزلت. خايف على السياره ها؟ مش هذا والله. هات السويس. لا طفحني. هات السويس. لا طفحني. يلا طلع. ما تفعل بس يا عبد القوي لحظة طلع. ما تفعل بس السيارة. السيارة يا عبد القوي السيارة. يابا السيارة 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 السيارة. بالله مش بالله نخرتي يابا هذا بالله مش يابا يابا بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. هو الكابوس يابا يا نخرتي. كان ما يخلي واحد يسكت. الحمد يا الله لك الشكر. الحمد يا الله لك الشكر. بسم الله. من انتي؟ من انتي؟ امي. تفضلي تفضلي يما. أين ذهب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. أنا كيف؟ وعي فلتني هذا أنا وحدي. أنا لازم أنزل له. لازم أنزل له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا اليسير وتجاوز عنا الكثير يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب يا أرحم الراحمين. وأنا مذنب عدت بوجهك الكريم وسلطانك العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم إني تبت إليك فتب علي يا خير التوابين. اللهم إني أتوب عن طريق الشر والمعاصي إلى طريق الخير والهدى والصلاح. اللهم اجعلها ساعة استجابة يا أكرم الأكرمين. اللهم أعني في توبتي يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيني وبين الشيطان وأعوانه وعمله، وقربني من كل ما ترضى من القول والصلاح يا أكرم الأكرمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. رحلق مني رحلق مني رحلق مني. إبراهيم افتح لنا الواتساب بدك افتح. على خيري رحلق مني يا ملعن رحلق مني. يا إبراهيم ما يصبر جد الدنيا ليل افتح وتأكد. على خيري هذا الأسالي بقدر أداري إنه أنت رحلق مني. يا إبراهيم ما يصبر. والله بفتح. رحلق مني يا الله حيلنا يابا. رحلق مني رحلق مني. يا إبراهيم ما يصبر جد الدنيا ليل. والله ما افتح رحلق مني. خلينا نسكب حجر بحجر الله. أنا نوال يا إبراهيم. كده انا داري بهذا الاساليب رحلق مني. يما لا لا يا أخي الله يبارك فيك، والله فلوس ما أشتي. لا والله ما أشتي. أشتي عمل. أشتي أشتغل. مستعد أشتغل أي حاجة. شوف احنا علمونا في السجن نجارة وحدادة ومشغولات مستعد أشتغل أي حاجة منهم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أمانة لو تساعدني إن أنا ألقى لي عمل أكسب منه لقمة نظيفة شريفة بعرق جبيني، إنك تكون قد قدمت لي خدمة العمر ومعروف والله ما أنسى لك طول عمري.
ساعدني ناس تبدأ حياتي من جديد وما عاد شيء ارجع للطريق الأول. الله يحفظك، عاد بلغني أكيد. الله يسلمك، شكرا، ألف 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 شكر، الله يحفظك، شكرا، مع السلامة، مع السلامة. يا رب. أيوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله جيت ادير حاجه. ليش تتعب نفسك يا أخي؟ الله يستر. ما اشتغل ولا حاجه والله. تفضل تفضل. عادي. تفضل. أهلا وسهلا. جلس الله يحفظك، شكرا، والله يحفظك نفسك، الله يبارك. تفضل تفضل. بس اخذ الجزمه. الله يكرمك يا أخي. قدرنا على الحاصل يعني. ما عاد بعد هذا. الله يسلمك. يا ابراهيم انا خايفه افتح. اوه ما بفتح، روح لك مني قلت لك. يا ابراهيم انا ما اقدرش انام في الشقه لوحدي، افتح. على غيري افتح لك تدخل تسرق السيارة، روح لك مني. هكذا يا ابراهيم، هكذا. طيب انا اوريك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله استر. روح معي. السلام عليكم. هذا اسبكتك. هنيا بعافية. كويس انك هربت من السجن. قالوا ما عادش حالي زي زمان. وين انت كان سجن حق زمان لا اله الا الله. أنا ما هربت. أنا خلصت مدة العقوبة حقي وخلصت. انا خلصت العقوبة حقك وهربت. لا خلصت والله خلصت. تصور. والله أول أيامي في السجن كنت مش طايق الجلسة، كنت أشتي أهرب بأي وسيلة كانت، خلاص ضاقت علي الأرض. لكن بعد ما هداني الله فكرت أن جلوسي في السجن وقضاء مدة العقوبة نوع من التطهير عن اللي فعلناه. يعني بدل ما حد يرجع يتحملها أمام الله فوق ذمته، قالوا ياخذ جزاء الحين أحسن، ولا ما رأيك؟ بس عفوا والله سعد، اقدر اعرف ليش سجنوك؟ أنا أقول لك. هذا المسلسل برعاية هاتفي، خدمة تجمعنا، خدمة الهاتف الثابت. حاج انت سيد العارفين، عارف انه هذا مجرم؟ ها؟ يتوب؟ ما بيتوبش، هذا مجرم محترف يا حاج، انت عارف هذا الكلام. كيف؟ انا عارف ان الشقة شقته ورثها عن ابوه، لكن نحن الساكنين عندك في العمارة كيف نصلح؟ نحن كلنا خايفين منه يا حاج، انت مفروض تجيب لنا حراسة. ما بدرش منه شيء، عاد نحن يا حاج نراعي له لما يبدر منه شيء، لما يستوي منه شيء، هذا ما يصح يا حاج. الله لا شوف يا مركها متجمل مني عندما نزلت انا العشاء، وايضا شعرت اني اتكلم معي بصدق. صدقت كلامي؟ وايش قال لك؟ قال انه تاب الى الله توبة نصوحا، وطلب مني ان انا اشوف عمل في اي مكان. وانت ايش قررت؟ والله ما انا داري، بس تاثرت العاطفه قوي، واتمنى من الله اللي يقدرني اساعد باي شكل. يا رب. كيف عرفتوا اني خرجت من السجن؟ وزعونا الرسائل في التلفون. طول عمرك لطيف. أنت اللطيف أنت. والله نحن مريعين خروجك من السجن بفارغ الصبر، والأمانة إن الشغل من دونك ما يسواش، لكن قد رجعت وعنشتغل ساعة ما أول وأحسن. اسمعوا، صلوا على النبي. أنا قد عاهدت ربي إن الطريقة اللي كنت ماشي فيها لا يمكن أرجع إليها مرة ثانية أبدا. يعني أفهم من كلامك إنك ناوي تفلتنا؟ وليش اتركه؟ ليش ما تجمع انتوا؟ أن نجي معك. نترك طريق الحرام ونبحث لنا عن عمل ناكل لقمتنا بكدنا وعرقنا. ما بالله الظاهر إن قد معك خبرة غيرنا، أو إن السجن قد أثر عليك. ما قال لك عبد القوي يا عم؟ او هو ناوي يفلتنا في هذا الظروف؟ لا هو قال يشتينا نروح معه. الله روح معه. قال نتوب ونفلت الطريقة دي بنخطأ فيه. ما بالله الظاهر ان السجن اثر علي يا عم. لا تقولوش هكذا، هي حالة طارئة وعتعدي، وكلهم بيقولوها كذا أول ما بيخرجوا، وبعد لما يدقها الحراف هيجي لنا.
بس اسمعوا، اشتيكم تراقبوه مراقبة دقيقة ولا يغيب عن عيونكم ابدا. والله يهديك يا عم. من؟ أنا يابا اشتي مصروف المدرسة. أنت توعدنا عدي لنا مصروف المدرسة، ما تدي لناش. وانتي ما تشتهي؟ أسيد دفاتر وقلم. عمت عيونك لكن انتم داريات ما بش معي فلوس وانتي جايين تدورات. يلا اخرجن من عندي، يلا روحي. انا داري ان مهن هي الذي بتسلطن علي. انا ساهد طول الليل ما غمضي جفن. اين انتيكن؟ اين شلكن؟ اين خبيكن؟ اين اطرحكن؟ ما هي هذا المصيبة الذي حلقت فوق راسي؟ أنا لازم أسير أدي عيال عمي ينفعوني ويحرسوني. أيوه. صباح الخير يا عريس، صبحية مباركة. والله صبحية مباركة أمي. قلدك الله تقول لي صباح الخير، قول لي صباح الجن، صباح أم الصبية. كده بصرت أنت عريس ليلة دخلته يتلقى القمر حق الطالع وينزل يرقد فوق السيارة، وكل من تحت راسه مجرم هذا لا يسمعني حتى القوي. والله صحيح هذا مجرم ابن مجرم. تصور إلى الآن أنا ولا نمت طول الليل ويدي في قلبي، خايف لعد يجي لي هذا المجرم ويهجم علي في لحظة وينطش بي ماتش. ما أنا أمس هجم علي عند السيارة وبعدها أسهل كله زجاي يدقدق لي ويقول لي أنا مرتك، أنا زوجتك، أنا نواة. يشتي يخدعني للمه من أجل أفتح السيارة ويدخل يسرقها، بس على أمان. قلت والله مفتاح. مش قلت لك انه هذا مجرم محترف، مجرم اجا محشر يشتي يسرق في كل لحظه، ما فيش عنده استراحه ولا عنده توقف. والله هذا المجرم ناوي علينا شر. وكيف نفعل؟ قلدك الله اتزوجت من اجل ارقد فوق السياره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا طلبات حق زبون وكيل. وقع له. ها طيب عذرك اكلمك في موضوع استاذ. ايش الموضوع؟ اتكلم. صراحه استاذ انا محرج منك، بس ما لقيتش حد اكلمه في الموضوع هذا غيرك. ايش الموضوع؟ اتكلم لا تحرج. هو موضوع انساني ولو توافق عليه والله بيكتب لك الاجر في الدنيا والاخره. طيب ايش الموضوع؟ اقول لك اتعاون معك ولا لا؟ هذا في واحد مسكين حالته حاله بيدور على عمل لحد الان ما حصلش. اقصد لو توافق وتشغله في واحد من المعارض حقك والله بيكتب لك الاجر. بس انت عارف ان المحلات حقي ملانه عمال وشغالين، لكن ما دام انت قلت لي الموضوع هكذا مش مشكله، خليه يجي عنده ولا عمل. الله يحفظك ويبارك فيك. بس قل لي يعني قريبك؟ لا صديقك. ماشي بس تقدر تقول عليه جاري. والجار اولى بالمعروف. الله يبارك فيك يا استاذ. اسرع فرح الله يحفظك. سلام. ها هلا. نسيت الله. يلا يلا السلام. نواة يا نواة، نواة يا مرة، نواة يا نواة، متخبيها وما هويني هذا. نواة أو سرك الجني. معلش يا بنتي، هكذا يفعل بش. والله ما راحت له، والله إني لامس الشذب لا عيونه. إنه يفلتها في ليلة عرسها ويروح يرقد فوق السيارة. أيوة يا خال، ويا ريت على هكذا وبس. مكسور الناموس زوجي خلاني في البيت وأنا مفجوعة، ما رضيش يفتح لي باب السيارة وجيت بأنصاف الليالي لهنا. أول فعل الذي فعلها مكسور النعوس هذا. والله لو يجيب سوق البقر لهنا يرضينا ما يكفينا. سهل إبراهيم ذي، ولا يهمش يا بنتي اللي عرف بنت من أنت.
هذا يا عم الذي قلت لك عليه. اهلا وسهلا، ايش اسمك؟ عبد القوي. اهلا وسهلا يا عبد القوي. حقيقة سامي قد كلمني عنك وعن ظروفك واقتنعت انك تشتغل معنا من اليوم. الله يحفظكم، الله يجعلني عند حسن انظاركم يا عم. ان شاء الله. سامي بس خلي باشر عملك من اليوم. طيب وين اخليه يشتغل عم؟ خليه يحمل مع الزباين لو ما يتدرب شوي. تمام. طيب معك. بارك الله فيكم يا عم، الله يحفظكم. الف الف مبروك. والله ما ادري ما اقول لك، والله ما انسى معروفك طول حياتي. الله يسلمك، البركه في عمنا عبد الله، هو الذي وافق وقبل لك تشتغل معه. كلكم اهل خير. الله يهديك. تفضل تفضل. فيتو يا رجال فيتو، ادامكم الله. تفضلوا 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 تفضلوا، اهلا وسهلا. هكذا دفعت بنتي يا قليل الحياة، يا عريس الغفلة. ما تفتح لها باب السيارة وتخليها تمشي لوحدها في أنصاب الليالي؟ اسمعوني اسمعوني، والله يا عم والله ان انا راقد في السيارة وكان اتخيل انه هي السارق. ها؟ وهذا عادي، حجة اكبر من الاولى. بنتي السارقة، صورتك سارقة. ما قلت اني سارقة، انا اقول لك تخيل انه هي السارق. إن الظاهر زوجتها برجال مجنون. اسمع اسمع، سر لها عند العاقل وقول له يجي يسمع مننا ويعمل حكم ذي الحين. حاضر. عاقل ما هو حكم يا عم، وبعدها عاد احنا غير حراوة. ما هو هذا المسلسل. والله قلتوا لي عبد القوي قد بيشتغل في معرض. اي والله يا زعيم بيشتغل في معرض. يعني انه قد ناوي على الكلام الذي قاله من صدق. الظاهر هكذا مثل ما قال انه تاء وما عاد عمشيش معانا في الحرام. والمعرض هذا اللي بيشتغل فيه اديتوا لي عنوانه؟ ايوه موجود. أينه؟ هذا يا زعيم كرت المعرض الذي بيشتغل فيه عبد القوي ورقم التليفون والكمبيوتر. شتوب يا عبد القوي، والله ما تدي خطوة، ومن الذي حيخطط لنا العمليات والشغل ما يصبر الا به. لكن عنشوف يا عبد القوي، عنشوف. وهذا شراب الكركديه الذي طلبته، لو تشوفوا كم دورت في السوق لما لقيته. أمانة عليك والله، لكن سعره غالي. سهل اشربوا. أمانك الله يا عم. قولوا لي ما تسوى على الغداء. أنا شي جوزي صغير يا عم. ما هو جوزي صغير. كم شي صغيري؟ ها؟ وأنا حنيد يا عم. ها؟ الله يرضى عليك يا عم، انا هو منعني الدكتور من التسمم. اشتريت لنا سمك دايرك وجمبري بس. ها؟ سمك ودايرك؟ لا. هذا وهذا تلفون تصور. انت متاكد انه مسروق؟ امان مسروق، عاد انا سرقتها اليوم. مزكر. وهذا الكت، اتصل وقول زي ما قلت لك بالضبط. على طول يا عم. الو. الاخ عبد الملك صاحب المحل. لا انا اخو عبد الله، عبد الملك ما بحد. بس مبلغ كنت ايش اقول لك ان الذي بيشتغل عندك يعني مجرم خطير وصاحب سوابق. ايوه وعاد خرج من السجن. ايش تقول؟ مثل ما قلت لك عبد القوي هذا مجرم خطير، وانا شي احذرك منه لانه بيخطط يسرق محلاتك. انت متاكد من كلامك؟ الله المستعان. متاكد كيف؟ طيب من انت؟ معك فاعل خير. مع السلامه. الو الو.
كم بجره الله يا وما بيشتاق ندخل بيننا عاقل وحكم ومجرمه. انا مستعد تحكموا علي انت وخالاتنا تشتوا وانا انفذ. أنت قد أهنت البنت وعادكم عرسان في أول ليلة، ما بالك طول العمر كله. لذلك احكم على حكم قارح علشان يعرف قيمتها. وانا قابل لحكم عمي، وانا داري ان عمي ما يسخش على بنتي ولا على زوجها، وبعدها عاد احنا حلاوه. احكم وانا انفذ. احكم عليك ها؟ حكمت عليك راس بقر. حق ما فلت بنتي تمشي من بيتكم الى بيتنا نص الليل، وراس بقر ثاني حق ما قلت ان بنتي سارقه. اثنين رؤوس بقر بخرجنا من الليل، وانتو دارين انا عاد انا حريق وخارجي من عرس وغرامه وانا ولا داريه. والله ما قدرتي ولا راس دجاجه. اسمع، عجبك حكمي اهلا وسهلا، ما عجبكش اذا بنتي في بيته وانت الله يفتح عليك. تغشني يا غشاش ودتي لي واحد مجرم وصاحب سوابق، وعاد وخرج من السجن وتضحك علي وتخليني اشغل في محلي.